الشيخ عمر الفوتي تال 1790-1864 كان عالماً صوفياً وزعيماً دينياً وسياسياً في غرب إفريقيا. ولد في منطقة فوتا تورو، السنغال حالياً، ونشأ في بيئة إسلامية عميقة حيث تعلم القرآن وعلوم الدين. انطلق الشيخ عمر في رحلة طويلة للحج، واستقر في الحجاز فترة حيث تتلمذ على يد أبرز العلماء ونشر الطريقة الاتجانية. بعد عودته إلى إفريقيا، بدأ في توحيد شعوب المنطقة تحت راية الإسلام من خلال التعليم والجهاد. أسس مملكة دينية في منطقة ماسينا، حالياً مالي، لكنه واجه تحديات كبيرة من قبل القوى الاستعمارية الفرنسية والزعامات المحلية. كان الشيخ عمر نموذجاً للجمع بين العمل الروحي والسياسي، وترك مؤلفات بارزة مثل كتابه رماح حزب الرحمن. توفي عام 1864 تاركاً إرثاً تاريخياً وثقافياً لا ينسى، ورؤية توحيدية للإسلام في غرب إفريقيا.